حسين محمد يبقى الشاب لسه متخرج ويقول لك عايزين خبره، وفي دوله محترمه زي المانيا الشاب بيتخرج بيعمل حاجه اسمها تدريب مهني 6 شهور وبعد كده يشتغل. لكن هنقول ايه بقى، مش بايدينا. طب بص يا ياسين عشان تبقى انت فاهم كويس الحته ديت، انت عندك لما بتتخرج من الكليه، سواء مثلا لو افترضنا جدلا انك اتخرجت من كليه تجاره ماشي قسم محاسبه مثلا، وتلاقيت البنك مثلا زي بنك مصر بينزل لك اصلا كل سنه بيقول لك احنا عايزين ناس تيجي تتدرب عندنا 6 شهور او 3 شهور. انت اتدربت بس ممكن ياخدوك وممكن لا. انت خد بالك بقى من الحته دي. حته التدريب المهني ديت هي موجوده فعلا الحمد لله انها متاحه في مصر، يعني دي ما تفكرش انها مش موجوده، انت ما انتش بتدور. ما تزعلش مني يا ياسين، انت ما انتش بتدور يابا. حته انك تتقبل بعد التدريب دي بقى اللي الشك فيها، يعني دي اللي ما هياش مضمونه. يعني ما تفكرش مثلا انت هتيجي تتدرب عندي يبقى معناها ان انت خلاص ضمنت مكانك عندي، لا بالعكس، انت بتتدرب عندي بديك شهاده ثمن وقتك اللي انت اديتهولي، بديك شهاده تثبت انك اتدربت عندي. فبالتالي بتقدر تاخد الشهاده ديت تحطها في السي في بتاعك، والسي في ده بتقوم مع بتعبيه الورقه بقى من عندي ومن عند المصلحه دي والمصلحه دي والكيان ده والبنك ده، وبالتالي بتقدر تروح لمكان محترم تودي له بقى دستة الورق ده. ساعتها يقوم هو قايل لك الكلمه المعروفه احنا عايزين واحد لسه متخرج. شفت اللفه دي كلها؟ للاسف للاسف. جدا كليه تجاره، انت واحد دلوقتي عايز تشتغل، تتخرج تشتغل وما تلفش لفات كتير ويتقال لك في الاخر احنا عايزين حديث تخرج. طيب انت تعمل ايه؟ قبل ما تتخرج اصلا من الكليه تكون واخد كورس انجليزي، تكون واخد كورس اللي هو بيبقى عباره عن الاكسل والاكسس والحاجات دي، مختصر في 4 حروف كده من نسيتهم. وتحتاج طبعا تروح مكتب تتدرب فيه، بحيث انك هتكون لميت الشهادات بتاعتك والورق بتاعك، وساعتها بقى هتقوم واخد لك مثلا 6 شهور في بنك زي ما ذكرنا دلوقتي. هتلاقي ساعتها العمليه بقت ابسط معاك، اللي هو برضو انت ما زلت حديث تخرج.